عرض مفاجأة 10 أطقم ملايات ب 2950 جنيه. بص الطقم عامل ازاي؟ خلي الناس تشوف التطريز، خلي العروسة اللي بتجهز تحقق الإبهار. يا نهار أبيض، كل دول كده 10 أطقم، دول 10 علب من دول ب 1000 جنيه. كل العرايس اللي بتجهز واللي متابعة العرض بتاعنا هتاخدي 10 أطقم ملايات ب 2950 جنيه. الملاية دي أصلا سعرها الرسمي 650 جنيه، يعني لو خدت ال10 دول ب 6500 جنيه. هينزلوا في عرض مفاجأة 10 أطقم ملايات ب 2950 جنيه. تعالوا بقى نتفرج عليهم. شكرا يا باشا، انزل هنا على طول، تعالوا نتفرج عليهم. بص الطقم عامل ازاي، بص الطقم عامل ازاي. ال10 اطقم 2000، تعالى قفل معايا. ال10 اطقم 2000 عشان لو العروسه هتجهز اهي. بص الشياكه 2950 جنيه يا ست الكل، ومفيش شياكه اكتر من كده. 10 ب 2950 جنيه. الف لك كده لو انت عايز. يلا اتفرج اهو، اتفرج، خلي الناس تشوف الالوان، خلي الناس تشوف التطريز، خلي الناس تشوف الموديلات، خلي العروسه اللي بتجهز تحقق الابهار، تحقق الابهار في السعر، وتحقق الابهار في الشكل، وتحقق الابهار في المنتج. ال10 مفيش واحده اخت التانيه، مفيش تطريزه زي التانيه، مفيش غلاف ما يعجبكيش. كل الالوان موجوده، كل الموديلات موجوده، كل المقاسات موجوده. بص الجمال والعظمه. 10 اطقم ملايه 2950، 10 اطقم ملايه 2950 جنيه. يلا بينا 10. بص يا نهار ابيض، ده ال 2950 حصل لهم الشرف، حصل لهم العز، حصل لهم الهنا. 10 اطقم، انا مش عارف اوقف. بص ال10 10 اطقم ملايه دول كده 10. ايوه 10. لا والله 2950. بص يا ست الكل الجمال، بص بس عشان انا بقول اللي هتيجي تجهز نفسها من السعوديه هتبقى عامله شغلانه الليله دي. كل دول كده 10 اطقم ب 2950. عندي اشكال في الملايات حدث ولا حرج. الناس اللي شايفه الفوط في الاعلان وقالوا لنا العرض بتاعت الفوط ده عشان بس اليوم ده يوم عروسه، وعشان العروسه اللي جايه من بعيد هعمل لك برضو ال10 علب من دول ب 1000 جنيه. برضو ده ما كانش معانا في الكلام ولا كنا متفقين عليه، بس لما لقيت ان الملايه بيجيب عروسه كتير جدا حبيت ان انا اقول لك في نفس اليوم لو عايزه عرض الفوط ال10 اطقم فوط ب 1000 جنيه، وال10 اطقم ملايه 2950. الملايه عندي حدث ولا حرج، الساده الاستك كل ده. هنستناكم هنا في 32 شارع الهرم معقل المفروشات. هتلاقوا كل العروض موجوده في فرع حدائق الاهرام. في الختام اشكركم على حسن المتابعه، مع وعد بمزيد من العروض القويه والاسعار المتحديه، وما ننساش الشعار المصداقيه يعني السعوديه. شكرا لحضراتكم.